يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح التفاؤل، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. انا فاتن والنهارده الفيديو بتاعنا فيديو كده مختلف. ايوه، بتعملي ايه يا فاتن؟ عايزه اقول لكم كان عندي اوردر والنور قطع عليا، فخدت بقى اشيائي وحاجتي كده زي ما انتم شايفين وطلعت على البلكونه. والله للاسف طلعت على البلكونه في الحر ده، بس ربنا بيعين. خدت بقى الطبليه بتاعتي وابتديت بقى كده هعمل فطير. اول حاجه كده بدأت بالفطير. انا عندي اوردر ما شاء الله، يعني في شوية حاجات كده هتشوفوا معايا تفاصيل. بس اول حاجة بقى كده قلت اجيب لكم الاجواء كده، اجواء كده عايزة اقول لكم حلوة في نفس الوقت مش حلوة، لان اليوم ده يا بنات النهاردة كان حر جدا جدا، درجة حرارة تقريبا 42 او اكتر كمان. فكنت يعني بفرهد، بس ربنا بيعين والله. ابتديت بقى زي ما انتم شايفين كده. كان عندي اوردر 4 فطاير، 2 كيلو دقيق، يعني الكيلو دقيق عملته فطيرتين. بسم الله ما شاء الله الفطيرة كبيرة يعني. فابتديت بقى زي ما انتم شايفين كده، فردت الفطيرة كويس قوي. وعادي لو اتقطعت يا بنات ما تقلقوش، الفطير ما بيجراوش اي حاجة. وابتديت بقى احط كده السمنة البلدي بتاعتي. انا عاملة سمنة على زيت ميكس، عاملاه دي النهاردة. الاوردر بتاعي مطلوب الفطير بالسمنة البلدي والقشطة يا بنات. تمام. السمنة البلدي بقى عايزة اقول لكم حاجة كده، اللهم بارك، ريحتها قلب البيت اصلا من وانا بعمل بيها. بس الفطير بقى زي ما انتم شايفين كده، ابتديت بقى اطبقه على بعض. وطبعا اهم حاجة تفردي كده الاطراف بتاعه الفطيرة كويس قوي عشان ما تبقاش تخينة. وتحطي بقى السمنة بتاعتك او الزبدة بتاعتك كويس قوي كده عشان تبقى ايه كده دسمة وجميلة. طبعا في ناس ما بتحبهاش بالسمنه البلدي، في ناس بعملها لها بفيرن، وفي ناس بعملها لها ب نباتي، سمنه نباتي عادي جدا. فطبعا انا بعملها النهارده بالزبده او بالسمنه البلدي، سمنه بلدي. عايزه اقول لكم بجد ريحتها حلوه جدا، اصلي يعني أنا جايباها من النوع الحلو. فاللي عايز فطير يا بنات يطلب فطير. عايزه اقول لكم بقى بعمل العرايس وبعمل العزومات، يعني اللهم بارك اللي انتوا عايزينه كله هعمله لكم. زي ما انتم شايفين كده بقى بطبق الفطيرة كده، اللهم بارك، حاجة كده زي الفل. ابتديت زي ما انتم شايفين بقى كده، لميت الفطيرة بتاعتي كده بالزبدة وخليتها بقى كده مليانة زبدة كده، وهسيبها ترتاح وهنعمل بقى الباقي زي ما انتم شايفين. خلصت بقى الفطيرة اهو وحطيته بقى كده في الصينية طبعا، ودهنت الصينية زبدة. والحمد لله هنا كان النور يعني جه خلاص. هبتدي بقى ادخل جوه اولع الفرن، بوريكم بقى ايه المعدات اللي انا كنت بستخدمها. هنا بقى كنت قاعده في البلكونه. عايزه اقول لكم بجد ربنا بيه قوي والله، ما حسيتش بالشمس خالص. دخلت هنا بقى اعمل، كان عندي اوردر، في الاوردر ده مع الاوردر الفطير كانوا طالبين ممبار. فكنت عامله ممبار بس كان عادي مش سبايسي. فعايزه اقول لكم بقى خلطه الممبار عندي انا مش هتلاقوها في اي حته تانية. بهارات، بجيب بهارات بجد 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 يعني مميزه بيها، انا اللي بعملها بنفسي. وخلطه بقى الممبار نفسه ما حدش هيعملها بالنظافه اللي انا بعملها، ولا بالجوده دي، ولا باللحمه البلدي اللي انا بعملها دي. حاجه كده ما بستخسرش في الحاجه، وبدي كل حاجه حقها، اللهم بارك، عشان اللي ياكل حاجه يدعي لي دعوه حلوه. الواحد يكسب 10 جنيه ولا قنوش فرضا، يعني بقول لكم انا مش بحسبها دلوقتي. بس انا بقول لك يعني لو انت عندك مشروع تكسبي 10 جنيه والناس تدعي لك، احسن ما تكسبي 100 جنيه والناس تدعي عليكي على المنتج. فالحمد لله بطلع الممبار. شايفين الممبار اللهم بارك، حاجه في البيت ونضيفه وزي الفل. طبعا بغسل الممبار الغنك بتاعي كذا مره تحت الحنفيه بالخل والليمون، قصدي سوري، ما بتحطلوش خل، ليمون كده ودقيق، وبخليه زي الفل. وابتدي اعمل السجق اللهم بارك زي ما انتم شايفين، تحفه، معلهوش اي فول صويا ولا اي اضافات. وادي الفطير بتاعنا بسم الله ما شاء الله طلع وزي الفل. وعايزه اقول لكم النور قطع لتاني مره، فمعرفتش بقى اجيب لكم الفطير وانا بخبزه في الفرن. وادي السجق بتاعي شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، سجق بلدي بجد بلحمه حلوه جدا، حاطه فيها كمان ليا. اللي بيطلب مني ليا، اللي بيطلب السجق عادي بعمله له سجق بلدي بجد، يعني ما فيهوش اي اضافات. الحمد لله اللهم بارك، وشويه بهارات مش هتلاقوها في حته تانية خالص. فانا الحمد لله اللهم بارك متميزه بالسجق بتاعي. تعالوا بقى على الفريزر نجمع بقيه الاوردر بتاعنا. هنا كنت عامله كفته من الصبح زي ما انتم شايفين كده. ادي الكفته المشويه اللهم بارك، الكفته بتاعتي يا بنات برضو حاجه كده تحفه بجد كده. يعني اللهم بارك لو جربتيها هتدمنيها. وادي السجق بتاعنا، وكمان خلطة حواوشي او اسمها ايه، مش عجينة حواوشي. وادي طبق كفتة كمان. وهنا برضو كان عندي شيش طاووق كان مطلوب مني. وادي البرجر. وادي برضو بقية خلطة الحواوشي او عجينة الحواوشي.
عايزه اقول لكم بجد بعملها حلوه جدا. والشيش طاووق بتاعنا بقى بالزبادي والكاري حاجه كده اللهم بارك. ادعوا لي دعوه حلوه من قلوبكم بالله عليكم. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دعوه حلوه لاختكم قبل ما نبدا، وتقولوا قبل ما اي حاجه وتمشوا تقولوا اللهم بارك. وبالف هنا وشفا للي هياكل من الاوردر ده. واشوفكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. مع السلامه. كانت معاكم فاتن. ادعوا لي دعوه حلوه بالله عليكم عشان تعبت والنور كان قاطع.